لسه مستمرين معاكم في ملعب العاصمه. نورني في الاستوديو الدكتور عمرو عبد الحق، الرئيس نادي النصر السابق ولا الحالي؟ لا لا منور دكتور. ممكن تقول خير الشاطر. ده يعني اول حاجه. خليني احنا طبعا النهارده بنتكلم مع حضرتك. انت راجل مش عايز اقول عامل صداع لاكتر من شخص، وفي مجالات كتير قوي عايزين نتكلم فيها. خلينا نبدا بنادي النصر، برضو من الانديه اللي انا شخصيا يعني ليها معزه عندي لان انا بتردد عليها باستمرار، واعضائهم اكيد اعضاء كلهم ناس محترمه جدا. نادي النصر دلوقتي كرويا الاول ولو لدقيقتين يعني ماشي بشكل جيد جدا في دوره الترقي وفي طريقه للدوري الممتاز، فبرضه ده متهيألي بامكانيات يعني مش كبيره يعني. وفي كاس مصر برضه يعني. وفي كاس مصر مستقبل. هو منظومه الكره بدأناها من 6 سنين، وما بدأناها من تحت، من مدرسه كوره، براعم، ناشئين والفريق الاول. كويس. وابتديت كابتن سيد عيد هو اللي ماسك الفريق الاول بقاله 6 سنين، وحطينا سيستم عام ما بنشتريش لعيبه، ما فيش عقود ب 100,000 و 150,000، كلها عقودنا اقل من كده بكتير، ولكن ملتزمين ب 100% من العقد، ملتزمين بمكافآت الفوز وبدل الانتقال. قول انا هدي جنيه وتدي جنيه، لما تقول 10 وما بتاخدش حاجه خالص. صح. فهو الالتزام ده هو اللي حقق طفره الكره، لان طفره الكره باديه عندي من البراعم. كويس. فيما يخص اللعيبه، احنا في 6 سنين اشترينا 2 لعيبه. احمد عطا اشتريناه ب 60,000 جنيه من غزل السويس، والجيش خدوا مني مفروض بانشاءات تقدر ب 3 مليون جنيه، ما عملوش اي حاجه، ضحكوا عليا يعني. وتاني لعيب جيمي ليجي اشتريناه، كان في منتخب تشاد، اشتريناه ب 10,000 دولار، بعدها بسنتين بعناه ب 180,000 دولار لفرقه في الدوري المغربي. فاذا بالنسبه لنا الكره استثمار. انا بقالي 6 سنين بنافس على الطلوع، فلما ما بطلعش فانا ما بخسرش. ما تزعلش يعني، ما تزعلش قوي لما لان كل سنه بنبيع لعيبه ب 3 مليون، فبنقدر ان احنا وبنطلع، وبعدين اللعيبه اللي بتجيلنا فري. فاذا انا ما باخدش من ميزانيه الاعضاء وبهلك ميزانيه الاعضاء وبعمل دروب. حاطط سيستم يا اما ناشئ يا اما لاعب عقده انتهى في نادي ثاني وانت بتضمه، يا اما بقى صفقه بس يعني قليل قوي زي ما احنا عملنا 2 في 6 سنين. اوكي. واعلى عقد مثلا في نادي النصر؟ يمكن احمد اشرف مثلا 75,000 جنيه او حاجه. وانا من وجهه نظري ان احمد اشرف ده احسن لعيب في مصر، ده بوجهه نظري. رقم 14 هو رقم 14 لعيب كويس جدا قوي يعني. احمد اشرف ده يستاهل ان هو يكون في منتخب مصر. فاتمنى طبعا الولاد دي هتتشاف بصفه مستمره الشهرين اللي جايين، ان انا كاس مصر هلاعب الجونه يوم 21 تقريبا، وهنبتدي بعد الماتش الكاس في دوري الترقي 5 مباريات هيبقوا مذاعين في التلفزيون، هيشوفوا المستوى، هيشوفوا شغل المدير الفني وشغل نادي النصر، رغم ان احنا في مشاكل بقالنا سنتين. تمام. احمد اشرف يعني عندكم عروض اليومين دول احنا على طول عندنا عروض للعيبه، ولكن هم مركزين دلوقتي في الهدف، لان لو حصل وربنا كرمنا وطلعنا خلاص كله مستمر طبعا يعني. مش هتمشي حد؟ لا كله مستمر. انتوا حاطين تقريبا مليون جنيه اللعيب اللي بيجيب مليون جنيه. اي واحد بيجيب مليون جنيه بيمشي يعني. السنه اللي فاتت 3 مشوا، كل واحد بمليون. اللي قبليها يعني احنا بنلعب الجونه مثلا، انا عندي 4 لعيبه من النصر في الجونه، كريم الضو ومحمود السيد واسلام ومحمود. لكن لو تصعدتم ولا بمليون ولا غير؟ لا خلاص بقى سنه على الاقل يقعدوا الفرقه زي ما هي، وهم بالنسبه لهم هيكون احسن. يبقوا يعرضوا نفسهم بشكل قوي بقى في الدوري الممتاز. طب يعني طبعا هي عايزه طبعا شغل جامد جدا من النادي او من الفرقه، لانه بيلعبوا في ظروف صعبه. لكن انتوا بالنسبه لكم الظروف بتاعت النادي بشكل عام اللي هنتكلم عنها دلوقتي مؤثره على فرقه الكوره ولا هم فاصلين نفسهم خالص؟ لا طبعا ما فيش حاجه مش مؤثره على النادي كله. نفسيا مؤثره، عدم الاستقرار ده، لان قرار الوزير بيجيب مجلسين في 3 اشهر يعني. بيجيب لجنه 60 يوم وبعدها مجلس تاني ينجح بالتزكيه. فطبعا كل ده مأثر نفسيا على كل، لان انا عندي اكتر من 5000 لاعب ولاعب عندي في كل اللعبات، حتى كره القدم عندي رجال ونساء يعني. انا الهاندبول تلاقي كل فرق اولاد كل فرق بنات، فكل ده طبعا مأثر. وكان عندي بطولات مفروض تايكوندو مثلا، كان عندي بطوله جمهوريه ما شاركناش فيها بسبب الوزير منعنا ان احنا، وحاولوا يعملوا كده في كره القدم بس ما عايز يوقف لك النشاط الرياضي. هو في الاتحادات المطيعه عمل ده، الاتحادات المطيعه لوزير الرياضه. الاتحادات اللي مثلا زي الكوره
يعني على استحياء قوي شوية. رئيس اللجنه اللي هو المؤقته ده راح عشان يحاول يحضر هو قرعه كاس مصر او ان هو يعمل اي حاجه، بس طبعا اتحاد الكره مش هيقدروا يعملوا فيه حاجه. وهو ده النشاط المستمر دلوقتي، يعني دلوقتي كل الانشطه وقفت. كل الانشطه وقفت؟ لا يعني خلاص امتحانات، يعني ما عنديش بطولات وقفت يعني كموسم يعني. ولكن هي كره القدم مستمره وخلاص مش هيقدروا يعملوا حاجه في كره القدم. طب ليه مش بتطبق القانون؟ يعني ليه مثلا لما جم يستلموا النادي وقفت لهم ناس بقوه بره بالعكس. ليه ما فضلتش ان انت مثلا تلجا للقضاء؟ بيقول لك يعني حتى لو القرار مش عاجبك يعني. تمام بالعكس، احنا بنطبق القانون، هو ما بيطبقش القانون، سياده الوزير ما بيطبقش القانون. القانون بيقول ان مجلس الاداره ده المنتخب لا يتم حله الا طبقا للماده 60 باجراءات معينه. لا اما المحكمه تقول بطلان اجراءات الانتخابات، لا اما في مخالفات والوزاره بتبعت لنا في خلال 30 يوم ما بنصححش المخالفات فيجوز للوزير الحل. هو ما حصلش ده. بالعكس احنا طبقنا القانون، هو اللي ما طبقش القانون. لكن انا اللي اعرفه ان هو قرار الحل بناء ان في 2 مرشحين تقريبا اخذوا حكم ان هم كان ليهم حق الترشح قبل الانتخابات. فاذا لو لو في واحد له حق الترشح وما ترشحش سببا ما، يبقى من حقه انه يعيد الانتخابات. ده المفروض اللي ليه الحق ده انا. الاربع مرشحين دول كانوا عايزين ينزلوا انتخابات لوحدهم، الحكم ان هم ينزلوا لوحدهم، ومع ذلك يعني نزلوا بالتزكيه. كله مستبعد. الجهه الاداريه خلتنا نسحب فلوسنا، 18 واحد سحب فلوسه على انتخابات 2011، فاصبح في 4 بس ما سحبوش فلوسهم. هم اوريدي نزلوا الانتخابات بتاعه الدكتوره صح، يعني حقه ما راحش، هو نزل وسقط. طب انت عايز ايه؟ انما واحد زي انا اللي المفروض ينزل وما ينزلش، هو ده اللي المفروض فيه حق. يعني هو رفع قضيه عشان ينزل. هو ما رفعش قضيه، هو كان رافع قضيه من قبل الانتخابات. والمحكمه قالت دول ينزلوا. فلما جينا نطبق لقينا ان الجهه الاداريه كانت باعته جوابات، لان مرت سنه ان ال 1000 جنيه اللي عايز يسحب ال 1000 جنيه بتاعته يسحب، فكل الناس سحبوا فلوسهم، فاصبح ما تبقاش غير الاربعه دول ما سحبوش فلوسهم. فهم عايزين ينزلوا الاربعه دول لوحدهم. طبعا ده اولا القانون بيقول لا يقل عن 5 مجلس الاداره. ثانيا ما ينفعش بعد الانتخابات تيجي تقول لا اصل كان في حكم قبل الانتخابات. انت نزلت ارفع قضيه والمحكمه تقول المجلس ده شرعي ولا مش شرعي. هو ده اللي احنا بنطالب بيه. طب ما فيش قضايا دلوقتي مرفوعه؟ في قضايا طبعا، بس لسه المحكمه ما قالتش المجلس غير شرعي، واحنا كمان عاملين قضايا عشان الكلام ده. بالعكس احنا اللي بننفذ يعني في قضايا في الاتجاهين دلوقتي؟ في قضايا في الاتجاهين. اتجاه هو المطلوب مننا يعني كلامك ان احنا نقول للوزير حاضر سيادتك تحت امرك، تعالى بوظ النادي، تعالى هات ناس مالهاش علاقه بالرياضه، تعالى بعد كده تعالى هات ناس بالتزكيه. اعضاء الجمعيه العموميه رفضتها في الانتخابات في 28/9، واحنا هنروح بقى نشتكي في المحكمه. طب هو استند على ايه في حل مجلس الاداره الاخير الوزير؟ اكيد مش لا استند على بولولوم. اكيد مش، ما هو برضه خلينا منطقيين بس عشان الناس. طب تصدقني يا عبد الرحمن انه نسي ينشر قراره في جريده الوقائع المصريه، وانا قلت الكلام ده من 3 ايام، رغم ان اللائحه بتقول في حد اقصى 15 يوم. طيب فانا معاك في كل ده، لكن هو لما جه ياخد قرار حل مجلس الاداره انا بعتقد ان استند يعني على الحكم اللي هو قبل الانتخابات. اللي قبل الانتخابات. قبل الانتخابات مش اللي بعد الانتخابات. وحضرتك شايف ان ده غير قانوني يعني؟ طبعا غير قانوني. مش انا بس، طب ما الرد يعني ما الرد بقضيه او بمحكمه، مش مثلا ده انا بالعكس، ده انا سبقت من هو وقف الحساب قبل ما يحل المجلس بشهرين، فانا رحت له مع كاب شوبير وشرحت له، فقال لي لا ده في حكم تاني بالحل انت ما تعرفش. خلاص ماشي، طب اسمح لي ان انا ابعت لك اسامي ناس عشان ما يحصلش دروب. قال لي ماشي. يعني طب لو هتحل بس هات مثلا الناس دي علشان بس يبقى في على الاقل انت يعني اصل انت ما تعرفش حاجه عن النادي ولا وكيل وزاره يعرف حاجه عن النادي. انت اخترت اللجنه دي بناء على ايه؟ ده لا ده على اساس ايه؟ ان في حكم بالحل. ويبقى في انتخابات ثانيه. ففوجئت ما فيش حكم بالحل، فوجئت ان سياده الوزير بيضحك عليا على اساس ان انا ما بعرفش اقرا واكتب مثلا. دورت في كل المحاكم ما لقيتش حكم بالحل، لقيت القضيه محجوزه للحكم 28/5 وايه؟ ترك خصومه. يعني عمر مجلس الدكتوره سحر ما يتحل من القضاء ولا اي حاجه تعرف تحله لسبب بسيط. بعد 60 يوم من اعتماد النتيجه لا يجوز الوزير انه يتراجع عن قراره. فهو اصبح عمل، انا يمكن كاتبها النهارده في نجم الجماهير، عمل قرار امريكاني غير مستند للوائح ولا قوانين ولا احكام ولا طبق الاجراءات القانونيه. هو مين دلوقتي مجلس الاداره اللي بيدير؟ او الدكتوره سحر ومجلس الاداره. بتدير يعني بالدراع ولا بتدير بان رسميا؟ والله لا يعني هو دلوقتي لما جه جاب مجلس، مش هو جاب مجلس جديد عشان يستلم؟ لا ده طبعا ما استلمش، مش هيستلم. مش هيستلم. لا خالص. يعني لما يجوا يستلموا هيلاقوا كل مره ما مش هيجوا تاني. يجوا يستلموا ازاي؟ يستلموا على الورق. هو سياده الوزير عمل ايه؟ بلغ النيابه العامه وبلغ مباحث الاموال العامه
وبلغ الرقابه الاداريه، وبلغ الجهاز المركزي للمحاسبات، وبلغ وزير الاثار اللي هيتشال النهارده ده ان الدكتوره سحر مستوليه على النادي عشان اثار الاسره الفاطميه. وبلغ وزير الداخليه عشان يستخدم القوى المفرطه في تسليم النادي كانها شقه او محل. طبعا الكلام ده ما بيمشيش في الانديه. الكلام ده انت اذا كنت انت بتخاف من 300 400 واحد من الالتراس الزملكاوي او اهلاوي، تخيل اعضاء نادي قوامهم فوق ال 20,000 اسره متضايقين وفي منتهى الاستياء من المعامله اللي بتعملها النادي النصر. يا اخي تعالى شجعنا، اقول برافو عليكم ان انتوا الطايره طلعت دوري ممتاز، عندي نجاحات في ال5 6 اشهر غير مسبوقه في النادي وكلها بالجهود الذاتيه. عمال رحت لاسماعيلي 16 مليون، للاتحاد 12 مليون. تعالى ده انت حتى عايز تعمل جمعيتين عموميتين الواحده بتتكلف 150,000 جنيه وما فكرتش ان حتى تقول ايه مصاريف الجمعيات العموميه على حسابي بما اني عامل لكم عدم استقرار في النادي. طب مش قلقان انه مثلا الخلاف الدائم مع وزاره الرياضه ده يبقى في النهايه له تاثير سلبي على النادي، هيوقف لك نشاط، يوقف لك حساب بنكي؟ هو وقف حساب بنكي. طب ما هو وقف يعني حسابات هو مين قال لك ده؟ هم اول حاجه بيعملوها بيوقفوا الحسابات البنكيه اول حاجه. ومش بس كده، امال دلوقتي النادي حولوا الدكتوره سحر لجميع الجهات، كان ناقص بس يبلغوا المطافي. مين قال ان هو ما عملش كده او عمل كده؟ طب امال دلوقتي النادي بيصرف ازاي؟ ما تقلقش عن نادي النصر. احنا عارفين يعني النادي بيصرف من غير حسابه البنكي. انا الظروف دي احنا مرينا بيها 4 اشهر في عهد المهندس حسن صقر. وانا مش عارف ايه قصه نادي النصر. وقصه نادي النصر ان احنا بنتعامل باحترام وبنقول لا باللوائح لا بالقانون. ده في اتحاد كره اتحرق من جمهور النادي الاهلي وما عملتش اي حاجه، ولا بلغت في التراس اهلاوي ولا عاقبت النادي الاهلي. ازاي بقى يعني انت ازاي وبعدين تطلع تضحك على الناس تقول اصل انا عندي حكم قضائي لو ما نفذتوش هتسجن. لا دي يعني ماشي. طب دلوقتي يعني فيما يخص برضو النادي بقى، كل الناس كلها بتتكلم انه مش المجلس ده هو اللي بيدير. انت بالنسبه لك بند ال8 سنوات او بند الدورتين مش ال8 سنوات، ايوه ده خلاص يعني اداك عدم وجود حق ليك ان انت تبقى موجود في الانتخابات، فبتدير انت جبت يعني دكتور سحر الهواري اللي هي شقيقتك لا سحر عبد الحق. دكتور سحر سوري دكتور سحر عبد الحق طبعا. دكتور سحر محمد مرسي وانا خيرت الشاطر. يعني انت بتدير النادي؟ طبعا بدير النادي مع مجلس الاداره. اصل خلي بالك المجلس بتاع الدكتوره سحر دي قيمتي انا بس تم استبعادي، فانا والدكتوره سحر ومجلس الاداره بندير النادي. تخيل بقى انا بدير نادي النصر مع الدكتوره سحر ومجلس الاداره. يا باشمهندس خيرت يا شاطر اطلع قول ان انت بتدير البلد مع الدكتور يعني محمد مرسي. مش عايز تخش في السياسه. لا انا مش انا اصلا انا بصراحه انا شايف ان الناس يعني ايه حرام انها تفتح برنامج رياضه تلاقي سياسه برضه. هم عندهم سياسه. لا انا بدي لك مثال. انا بعترف. انا مش بقول لا ابدا انا لا اتدخل. انا النهارده شم النسيم زمانهم بياكلوا فسيخ عندكم في النادي دلوقتي. لا بيتفرجوا عليك. بيتفرجوا ما هو بياكلوا فسيخ وبيتفرجوا. طيب يعني دلوقتي الحركه اللي بتدير النادي الفتره الجايه دي، طب انت يعني امتى قصه نادي النصر دي هتبقى اهدى شويه؟ لانه برضه الخلاف مع الوقت يعني هيبقى مرهق جدا للنادي. هيبقى زي ما بقول لك الفرق تتوقف، الحسابات البنكيه تتوقف. اكيد هينتهي في حل لصالح نادي النصر، مش لصالح افراد، مش لصالحي ولا لصالح الدكتوره سحر. لو عدم وجودنا في النادي للصالح العام انا ما عنديش مشكله. لان انا حتى وانا بره السنتين انا ما اسيبش النادي، ما فيش مشكله. انا ما بسعاش لكرسي، ومش زي الناس بتقول انا لا اسعى للكرسي وبدور على الكرسي. ودليل على كده انا قدمت استقالتي منطقه القاهره بمجرد بس ان انا عرفت ان الوزير راهن توقيع المناطق بيا، فعلى طول قدمت استقالتي اتحاد الكره رغم رفضهم التام، وانا اصريت لان انا ما ببحث على كرسي. انا بعشق الرياضه وبعشق ناديه وبعشق الكوره وعايز اعمل حاجه. انا بالعكس انا كنت مستني من العمري فاروق ان يجي يقول عملت ده ازاي؟ عملت حمام سباحه ازاي ب 600,000؟ عملت ملعب كوره ازاي ب 400,000؟ عملت الملاعب دي كلها ازاي رغم ما فيش موارد، رغم ان انت ما عندكش دعم؟ ويساعد، مش ان هو يشخصن الامور ويقول على جثتي. في انتخابات جايه قريب؟ ما نعرفش حاجه. لو في انتخابات هيبقى ليك حق النزول فيها؟ انا ما اعرفش. انا حاسس ان انا معزول رياضيا، ولكن خلينا نتكلم في حاجه مهمه. السيد الوزير الاسبوع الجاي بعد النهارده ما يضمن اسمه مش في ال11 وزير اللي هيمشي، الاسبوع الجاي هيصدر لائحه جديده. اللائحه دي هيبقى فيها 8 سنوات على المقعد. يعني تغير مقعدك يبقى موجود عادي. ان انا من حق انزل. زي هو عامل اللائحه دي النادي الاهلي، وحتى خلق منصب جديد هو امين الصندوق اللي هو كان مشي. وهو بيقول المنصب ده هيوفر للانديه 240 مليون جنيه. انا بقول له يا استاذ عمري انت ما بتعرفش تحسب.
المنصب ده مش هيوفر ولا جنيه انا مش عايز للانديه. الناس تاخد انطباع ان احنا يعني ايه الحلقه برضو ما بينك وبين سياده الوزير العمري لان هو مش موجود، فانا حاسس انه برضو اكتر كلام عليه. يعني خلينا نتكلم على اللائحه نفسها مثلا. يعني هو مين اللي هيصدر اللائحه؟ كويس. ايه مشكلتها او ايوه مين اللي هيصدر اللائحه؟ وزاره الرياضه. لا وزير الرياضه العمري فاروق. هو الوزاره دي شغال فيها واحد بس؟ هو بس هو ده قراره هو بس، والدليل ان ورش العمل مع استمرار ال8 سنوات، وهو عايز ال8 سنوات يكونوا على المنصب. ليه؟ عشان النادي الاهلي وانا مع النادي الاهلي. ده استنتاج حضرتك يعني. اوكي. انا كل ما بكلم حد يجي يقول لي ايوه استنتاج يعني استنتاجي واستنتاج يعني اذا كنا هنحط راسنا في الرمله ونقول لا ده هو بيعمل الصالح العام، لو كان بيعمل الصالح العام كان عملها اول ما جه، لان كان في انتخابات السنه اللي فاتت لانديه اخرى. اي نعم هي سكند كلاس بالنسبه لسياده الوزير، ولكن احنا زينا زي اي نادي. كويس. فدي هتديك الحق ان تبقى موجود بقى في الانتخابات خلاص. ما احنا مش عارفين اذا كان في انتخابات ولا ما فيش انتخابات. احنا مش عارفين وضع النادي، مجلس مستمر مش هيستمر، في انتخابات او فيش انتخابات، ولكن في لائحه جديده هتغير كل العمليه الانتخابيه في الانديه زي الاهلي والزمالك والصيد والزهور، هو هيصدرها الاسبوع اللي جاي. اللائحه دي بتشيل بقى ال8 سنوات وبتحطها ان ال8 سنوات تبقى على المناصب. اوكي. بس هو الراجل يعني سياده الوزير بالتحديد من زمان وهو ضد ال8 سنوات، حتى من ايام ما كان عضو مجلس اداره. وانا متفق معاه في ده، بالعكس. يعني موقفه ما اتغيرش عشان حاجه معينه؟ لا موقفه تغير. موقفه تغير ليه؟ لان قاعد سنه اهو دلوقتي، كنت اول قرار ليك الغاء بند ال8 سنوات. يعني عنده جدول يعني ناخدها بمراحل. طب والانديه ذنبها ايه؟ ونادي النصر ذنبه ايه؟ النصر والشمس والمنصوره وشبين والانديه دي ذنبها ايه؟ اوكي. ما هو زي ما انت بتفكر دي قناعاتك، كنت اعمل قناعاتك اول ما تيجي والغي ال8 سنوات خالص. قول حسب الميثاق الاولمبي، وانا مع الميثاق الاولمبي. الميثاق الاولمبي فتح الانتخابات خلاص. طب هو ايه الضرر ان يحصل في القائمه تبقى 8 سنوات على المنصب؟ ايه الضرر في ده؟ ايه الوحش في القرار ده؟ مفيش. انا بالعكس، انا لو النادي الاهلي استقر، الرياضه في مصر تستقر، انا مع ان النادي الاهلي يبقى مستقر، ومع إن عشان ما يحصلش اللي حصل في نادي النصر، ما يحصلش في الاهلي ان كل المجلس يمشي وتيجي ناس جديده هتقعد تجارب. الاهلي ما ينفعش تجارب فيه، لازم يبقى فيه قديم مع جديد ويحصل تواصل. بس يعمل الكلام ده اول ما تيجي. طب الانديه اللي اتظلمت ايه ذنبها؟ في الانتخابات ما هو اي لائحه بتتغير بتطبق على الانتخابات الجايه، يعني ما حاجه عاديه. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله من السنه اللي فاتت. ما احنا من السنه اللي فاتت احنا لما جه الوزير عمرو فاروق غير بقى ال40 عوار اللي في اللائحه، وهو كان عارفهم وعاملهم. هو كان قال بالظبط 28، انا بقول له لا 40. ده انت قرار ما كانش هياخد منك يومين ثلاثه. اوكي. وكنت تحمي الانديه اللي دلوقتي هي كل الوسط الرياضي في المحاكم. احنا مش محتاجين ان الوسط الرياضي يبقى في المحاكم. انت محتاج يبقى في محكمه رياضيه او في حاجه اسمها اربيتريشن 60 يوم تحكيم. حد اقصى 60 يوم، عشان ما ينفعش انت عدم الاستقرار، لان عدم استقرار الاداره بيخلي ان كل الرياضه كلها حاجه طبعا. وانا على فكره انا مع ده، بس انا مش مع شخصنه الامور. يعني ما تعاملش مع نادي النصر بشخصنه، ولما تيجي انتخابات النادي الاهلي تيجي تفكر ازاي انا حافظ على النادي الاهلي. يا سيدي النادي الاهلي بقول لك كلنا مع النادي الاهلي، بس الاهلي والنصر والشمس كل الانديه. عموما انا شخصيا لما بتكلم على اللائحه يعني ايه ماليش دعوه بالنادي الاهلي، انا بتكلم بس حضرتك على رايك فيما يخص ال8 سنين انها تبقى على منصب. لا طبعا انا بس خلي بالك هو هيحط لها حد اقصى. يعني يقول على المنصب حد اقصى ليك 4 دورات او 5 دورات، وده يتنافى تماما مع الميثاق الاولمبي. انا مش فاهمها. انت لا تخلي 8 سنوات، لا تشيل 8 سنوات وتتركها للجمعيات العموميه. يعني انا ده طبيعي، انما ايه 8 سنوات على المنصب؟ وليه تخلق منصب امين صندوق؟ وخلي بالك بقى ان المدير المالي يفضل موجود، لان امين الصندوق ما بيبقاش بروفيشنال، لازم يبقى في اعتماد من مدير بيبقى فولنتير. اذا انا ما وفرتش فلوس للانديه. ما هو المدير المالي كان هو بيمضي مع رئيس النادي، ولكن استحدثت منصب جديد هو امين الصندوق، ويبقى في مشاكل كتيره جدا ما بين امين الصندوق، لان هو المدير المالي لا ومجلس اداره ممكن يقول لك مش ماضي شيك، وحصلت لي انا في النادي عندي، وحصلت في انديه كتيره جدا. لان لما يبقى القوه في ايد امين الصندوق، هو اول واحد بيصدر الشيك، مش ماضي شيكات. فانت رجعت لنا الخناقه القديمه عشان تخلق منصب جديد عشان يستحدث عليه الدورتين. هسألك عن حاجات كتير ومن ضمنها برضو منطقة القاهرة طبعا ووجودك فيها من عدمه، لكن خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نواصل الحوار مع الدكتور عمرو عبد الحق. لسه معاكم مع الدكتور عمرو عبد الحق. قبل ما اتكلم معاك عن اتحاد الكوره، بما ان احنا بنتكلم على قصه الوزارات برضو وجبت سيرتها، كنت قريت اسمك في وقت من الاوقات انه لو
هيتم تغيير وزاره الرياضه يعني وزير الرياضه بشكل عام، وده اعتقد انه مستبعد دلوقتي. لكن الناس كتير اتكلمت على اسمك، يعني دي القصه دي في اهتماماتك؟ أو لا طبعا خالص. هم لما اتصلوا بيا بعض من الاحزاب كانوا فاكرين ان الوزاره كلها تتغير، وكل حزب كان بيحط تصوراته لكل زي يعني الحكومه كامله يعني. فكلموني، فانا رشحت المهندس خالد عبد العزيز، قلت لا هو احسن مني، رجل دوله، ما فيش فايل من 2005 مسكه الا ما كان فيه كويس. حتى لما مسك 8 اشهر المجلس القومي للشباب اداؤه كان ممتاز، ورشحته. انا بره القصه خالص دي، لان انا عبد العزيز طبعا ده اللي خلاف عليه، وده انا اتمنى انه يكون على وزير اعلى مستوى. لكن ليه رشحته يعني؟ ليه؟ لانه هو احسن مني، افضل مني. هو ينفع وزير للرياضه، انا ما ينفعش وزير للرياضه. ما ينفعش اكون اكزيكتيف، يعني ما ينفعش اكون في اي حكومه تنفيذي. لا خالص. اي حكومه؟ اي حكومه ده واخد قرار يعني؟ لا ما ينفعش. وسيء امكانيات، انا ببقى عارف انا انفع في ايه. فتخيل بقى انا ضد السياسه الحاليه. فما ينفعش. ده اللي يخليني اقول لك بقى ان انت ضد السياسه الحاليه. لما يقول لك حاجه زي كده خلاص روح وقول انا اطبق بقى السياسه اللي انا شايفها صح. هل تعتقد ان الوزير الان في بلدك هو 100% قراره بيبقى؟ لا طبعا. الوزير فوقيه رئيس وزراء، فوقيه رئيس. احنا لو ما بنحاولش يعني، ده بتكلم على اي وزير، لكن احنا لو ما بنحاولش ان احنا نعمل، طب ما احنا كده مش هنتحرك. ما اعتقدش هقعد اكتر من 24 ساعه 48 ساعه حلوين. اسبوع حلوين. مش هلحق اطلع قرارات يعني. طيب اتحاد الكوره، انت دلوقتي كنت رئيس منطقه القاهره ولا ما زلت؟ لا انا قدمت استقالتي من حوالي 3 اسابيع ولا رجعت فيها، استقاله لا رجعت فيها. والثلاث اشهر اللي انا قعدتهم عملنا دوره فوق ال 40 سنه خماسي للانديه. خدنا قرار بالاكاديميات الخاصه اللي هي بتطلع كده عشوائي دي. ان احنا هنقنن، سواء تبع الانديه او الخاصه، ونعمل لهم دايري للبراعم يبتدي من شهر 8. يا ريت، عشان انا كل ما ببقى ماشي بشوف حيطه كده مكتوب عليها اكاديميه مش عارف مين. لا عملنا ان تبع منطقه القاهره يشتركوا رسمي ونأيد رسمي ويبقى حاجه ترخيص. عملنا الحكام، عملنا لهم سيستم. انا عندنا في منطقه القاهره اكثر من 280 حكم، تمام، بس يعني مهملين تماما يعني. فعملنا سيستم كويس جدا، وعملنا قرارات كويسه جدا. ومدينه بدر كان في 5 فنادين في مدينه بدر تقريبا خلصنا رسوماتهم، هم جاهزين للطرح. ملعب كبير، ملعب سباعي، جبانيزيوم. ولكن فوجئت ان الوزير لسه ما اعتمدش المناطق، وحاططني برضو في جمله مفيده مع اتحاد الكره. فعلى طول قدمت استقالتي منعا ان انا ادخلهم طرف معايا في المشكله اللي اتحاد الكوره. بس انت اتحاد الكوره كنت معارض ودايما مختلف معاهم. الناس فجاه قالت ايه ده دكتور عمرو، يعني اتفق معاهم بقى عشان اللي هو مين؟ ده المجلس السابق يعني كان سمير زاهر طبعا، يعني مع كامل الاحترام طبعا لمجموعه جديده انا اشتغلت معاهم حتى فتره، لكن هم تقريبا نفس المجموعه. لا خالص. انا بعتبر ان المجلس اللي موجود 11 مجلس، كل واحد مع نفسه. يعني ما بعتبرش ان في حد تقدر تعارضه في اتحاد الكوره، ولا عندهم مقر، ولا عندهم يعني. انا بحس ان هم يتبعوا وزير الرياضه. يعني بحس ان القرار بتاعهم هو قرار فني، ولكن وزير الداخليه، وزير الرياضه، رئيس الوزراء هم اللي مسيطرين على الوضع، لان الظروف الامنيه. فانت ما عندكش حاجه حتى تقول لهم لا انتوا المفروض تمشوا كده، المفروض تعملوا كده. ما فيش. بقول لك حتى ما عندهمش مقر. حتى لما اتحرقوا في يومين، عندهم مقر في 6 اكتوبر. ده نادي الشرطه عايز اقول لك من حوالي 4-5 ايام افتتحوا، خلصوا الدنيا وخلصوا اللي هو حرقوه التراس اهلاوي، رجعوه تاني. اتحاد الكوره لسه جايبين عمال وقاعدين بيدقوا، مفيش، ما عملوش حاجه خالص. فانت ما عندكش كيان تعارضه. يعني ما هو انا مش بصحى من النوم اعارض. انا ما فيش حاجه. انت طبعا ناس كتير خلي بالك. لا والله انا طبيعي شخصيتي غير كده خالص والله. بس هو مشكلتي ان انا ولا بعرف حاضر تحت امرك سيادتك ادفع وبعدين اتظلم. انا ما عنديش الكلام ده. انما هم كاتحاد كوره، وانا اعتقد ان هم 2-3 وهيمشوا. انا اعتقد ده سواء هيمشوا. المحامي الاستاذ عمر هريدي قال لي ان شهر 6 هيبقى ده لان هو قضيه الدكتور كرم كردي تزوير الفيفا، التزوير والمخالفات الماليه ما بيتدخلش خالص. في تزوير مدنيه براحتهم. تزوير هم ما لهمش ذنب فيه. هو ليه ذنب اللجنه اللي كانت بتشرف على الانتخابات ما تحققش من 8 انديه اللي ادلوا بصوتهم، هم المفروض ما يدلوش بصوتهم. فهو مجلس ماشي. وغير الظروف، استبعاد هاني بريده واستبعاد الشوبير مع احترامي ليه القابهم يعني، خلت في دروب. لان الاستاذ جمال برضو ما كانش في الصوره خالص. راجل محترم وطيب وكل حاجه، بس لا، احنا محتاجين
اتحاد كره قوي يفرض قراراته، يقول انا هو ده قراري لا رجعة فيه، مش ان انا ابقى ماشي بنفس الاسلوب الاضعف. يعني انا ده اتحاد ما يتعرضش، انا رايي احنا نطبطب عليهم. انت قصدك مش مستاهل؟ لا 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 خالص، اتعرض ايه؟ هو بقول لك يعني انت حتى ما فيش الكيان اللي هو بيعمل حاجه فنقول له لا، هم ما بيعملوش حاجه. انت بتدور على نقط معارضه بس مش لاقي. مفيش والله، نفسي اعرضهم بس مش عارف. طب انا دلوقتي حضرتك كلامك كله يعني ايه، الاتحاد لازم يبقى قوي، لازم يبقى كذا، لازم يبقى كذا. طب لو انت عندك تخيل وفكر بالشكل ده، ما دخلش الانتخابات اللي فاتت؟ ممكن الانتخابات اللي جايه، لان انا برضو كنت قلت ان انا مش هدخل اخش الانتخابات دي، لان كنت متهم ان انا بعارض اتحاد الكره عشان خاطر طمعا في المنصب. فقلت لا والله احنا بنعارض عشان انا بعشق كره القدم، كنت عشان نادي النصر كان في امور كتيره كنت شايفها في التحكيم، في تدخلات من اعضاء مجلس اداره لا داعي لذكر اسمهم زي كابتن حازم الهواري يعني. ده كده اول حرف يعني مش اسم. ماشي. كنت بعرض في ده، انما دلوقتي يعني ما فيش حاجه كابتن عصام عامل شغل كويس مع الحكام، بدانا نحس بالطمانينه اكتر. ممكن الفتره اللي جايه لو هينفع ان انا اكون موجود هفكر، انما انا التزمت بالعهد اللي انا خدته على نفسي. يا جماعه احنا مش بنعمل كده عشان خاطر نكون مكان الناس دي. طيب لو نزلت او ده يعني لو مثلا هيتحل في شهر 6 مجلس الاداره هيتحل. طيب خلاص همشي على كلام حضرتك، هيتحل. ومثلا بقى في انتخابات على شهر 9 تقريبا او 8 حاجه زي كده، بتبقى في الرينج ده، تبقى انت موجود في الانتخابات. اعتقد لو المهندس هاني بريده ينزل، اعتقد ان انا على مقعد. لا هبتدي عضو طبعا يعني. عضو؟ هبتدي عضو. ما عندكش طموح انك تبدا؟ لا هيبقى لو المهندس هاني بريده نزل، لا طبعا يعني انا اتمنى المهندس هاني بريده يكون موجود، اتمنى كابتن شوبير تبقى في قائمته قائمه كابتن شوبير مثلا. كابتن شوبير برضه يبدو ان هو يعني من اللي بسمعه كده انه عنده نيه برضه. انا اتمنى كابتن شوبير يبقى موجود. لا انا ممكن افكر في دي، لان ما عنديش، انا خلاص انا بره النادي وهفضل بره على فكره يعني. يعني حتى لو اللائحه سمحت لي ان انا انزل، لا انا مش هنزل انتخابات تاني. مش هتنزل انتخابات في نادي النصر؟ ايوه انا عايز ارسل رساله، انا مش طمعان في الكرسي، انا مش محتاج تنزل. خيرت مش محتاج ينزل صحيح. طب ليه لا يعني برضه ما هو خليني برضه يعني ابقى صريح معاك، مش وضع سليم انه حد يدير النادي وهو مش رئيس النادي. ومين قال لك ده؟ على فكره مجالس ادارات الانديه مش زي الشركات الخاصه. مجلس اداره ده عباره عن 10 11 واحد بيديروا، وبتحتاج اكتر من كده مع جهاز التنفيذ. مش ممكن انا بروح النادي مره ولا مرتين في الاسبوع، واساسا بروح عشان العب كوره. هو مجرد احنا هنعمل كذا، نعمل له كذا، بديهم خبرتي، وهم اللي قايمين بكل العمل، مجلس الاداره الموجود. لان انت مش نادي صغير، انت فوق ال 20,000 اسره، 5000 لاعب، 600 مدرب، 700 موظف، فمش ممكن شخص واحد يدير ده، صعب جدا. يعني هو الشخص الواحد ده لو ما كانش ورا القائمه دي في الانتخابات كانوا هينجحوا؟ لا عشان الناس ما يعرفوش الدكتوره صح، انما هم عرفوني وجربوني واتعاملوا معايا وشافوا ان في مصداقيه، وشافوا ان انا باجي اشتغل، وشافوا ان انا مبدئي ثابت، فهم وثقوا ان سحر هتكمل اللي انا بداته، واعتقد ان هي نجحت في ده في الكام شهر اللي فاتوا دول، ان هي قايمه بمجهود غير طبيعي. لا انا بشوف ده صراحه يعني، حتى لا قايمه بمجهود غير طبيعي في اوقات مختلفه، رغم ان انا بدات اقلق منها. لو جيت فكرت انزل انتخابات وهي عندها طموح، تقريبا هنصطدم ببعض. مش عارف عشان كده بقى اروح اتحاد الكوره. طب لو نزلت انتوا الاثنين مين اللي يكسب بقى دلوقتي؟ خلي بالك والله انا تقريبا انا معايا الستات، هيبقى معايا رجاله يعني، مش عارف يعني مين اللي كفه مين هتكسب يعني. لا طبعا انا بقول انا يعني اي حد موجود طول ما النادي ماشي كويس، احنا كلنا هنبقى مبسوطين وكلنا هنساعد ونعاون. قصه بقى ان انت لازم يبقى ليك امضاء وليك توقيع. طب ما انا حتى تاريخه، انا بساعد منطقه القاهره في الدوره عاملينها عندنا في النادي، اي اتصالات اي حاجه، مش لازم يكون ليا امضاء عشان اعمل حاجه كويسه. وخصوصا ان احنا بنقول ان ده عمل تطوعي يا جماعه، والله ده عمل تطوعي. بنطلع طاقتنا ومجهودنا بره شغلنا، بدل ما نقعد على قهوه وبدل ما نقعد نتفرج على التلفزيون ونكتئب، بنعمل حاجه مفيده للناس. مش ممكن في وقت من الاوقات بعد ما الامور تفضل يعني، لو الامور فضلت معقده بالشكل ده على نادي النصر، وابتدي بقى ان ده يبقى مسمع في الفرق وفي الحسابات البنكيه، اكيد تيجي في وقت تقول انا خلاص ماليش دعوه باداره النادي؟ لا 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 لا، ما هو اداره النادي في فرق، مالكش دعوه بالنادي ومالكش دعوه باداره النادي. ماليش دعوه باداره النادي. لا انا بتكلم انك تشيل ايدك تماما طالما في. انا ما اتعودتش اخذل الناس، وما اتعودتش اخذل ولادي يعني انا لو
لو مشيت، طب ما انا اتعرضت للسجن وبلاغات وسمعه وكل حاجه، ما كان ممكن اخد القرار ده من الاول. طب انا بتكلم، انت لو حسيت بقى ان ده بقى هيبقى افضل للنادي يعني؟ افضل للنادي طبعا. لو افضل للنادي عدم وجودي انا والدكتوره سحر، انا ما عنديش مشكله خالص واروح النادي والعب كوره والدنيا ظريفه. لا وده ده مثلا من خلال ان الفتره تطول، لان في خلال ان ما فيش مشكله بالنسبه لنا. يعني ده في من ضمن الافكار المطروحه برضه. انا اي حاجه صالح النادي انا ما عنديش مشكله فيها، حتى لا. شوف انا على خلاف مع وزير الرياضه، لو وزير الرياضه قال يا دكتور عمرو تعالى نحل مشكله نادي النصر لصالح نادي النصر، هروح واحل مشكلتنا وهنسى تماما اختلافي معاه. ما عنديش اي مشاكل، ما بنفسنش يعني، مش واخد منه موقف شخصي. انا شايف صالح النادي. الحل بقى اللي هو يبقى ايه يعني جذريا يعني؟ يجيب مجلس معين تبقى الاعضاء متفقه عليه، ويعمل انتخابات من اول وجديد، ينزل اللي ينزل وينجح اللي ينجح. انت مشكلتك في انتخابات؟ لا انا مش هنزل انا انتخابات. لا ان هو يتعمل انتخابات. ما انا مشكلتي ان في مجلس شرعي موجود لم يتم حله. وبعدين هو ليه نادي النصر كل شويه مجلس معين مجلس معين مجلس معين؟ ليه بتحجر على الاعضاء؟ ليه بتتعامل معانا اساسا ان احنا كلاس 3؟ ما تتعامل معانا ان احنا نادي لينا حقوقنا زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. ليه نقبل مجالس معينه؟ ليه نقبل لجنه تيجي تدير النادي وتيجي تقعد تعمل بلاغات ومحاضر؟ ده نيابه النزهه لو اليوم ما شافوش اسمي في محضر بيتصلوا يطمنوا في ايه، انت فين، مسافر ولا ايه؟ مش ممكن دي تكون رياضه. انا نفسي اقعد اتكلم على رياضه، تطوير رياضه وتطوير ملاعب واخد فرع تاني في الشروق، نفسي في ده. بس بقى لنا سنين ما بنتكلمش غير في محاضر وبلاغات ولوائح واللائحه واحكام القضاء. ايه ده؟ ايه دي رياضه؟ محاضر مجلس الاداره دلوقتي بتاعت مجلس الاداره الحالي مفيش محاضر مجلس اداره. كل اللي بيحصل تسيير اعمال، مرتبات، بدلات، اللي هي الحاجات المستقره لائحيا، وليست قرارات. ما تقدرش تعمل مناقصات، ما تقدرش تعمل مشتريات غير الضروره بحاجات، وفي امور كتيره احنا بنتصرف فيها عشان ما نخشش في مخالفات. تمام. طب الفتره الجايه دي عندكم خطط بقى لتطوير النادي بشكل عام ولا؟ احنا عندنا خطه ما نتحبس، بس كل ما افكر فيه كده خطه ايه تطوير النادي. يعني بقول لك بقى لنا سنتين ما عملناش مسمار. انا عندي مبنى صاله الكاراتيه والجودو واقفه بقى لها سنتين. يعني انا نفسي كان الوزير يجي ويتعاون، مش طالب منه فلوس زي الانديه، تعاون معايا، حل لي مشكله الحي ما باخدش رخص، حل لنا ارض الشروق اللي اتاخدت مننا، خدها مننا احمد المغربي من 5 سنين. موارد النادي ايه اللي حضرتك اضفتها؟ هو يعني انت العضويه، المدارس الالعاب، الايجارات، كل يعني كل حاجه جوه النادي بتجيب ايجار، من اول ما بتخش على البوابه حتى اللي بيجي يعرض يوم واحد او اللي يجي يعمل حاجه في اليوم واحد. اصبح عندي ايراد يومي. نادي نصر ما دخلته ما كانش فيه ايراد يومي، كان اشتراكات الاعضاء، ما كانش فيه عضويات جديده، كان اشتراكات السنويه اللي هي مبالغ بسيطه كلها. انما انا نجحنا نوصل من ميزانيه النادي من 400,000 جنيه في السنه ل 22 مليون جنيه في السنه. كلمه ميزانيه النادي دي كلمه ماليه شويه، بمعنى ايه؟ دخل النادي يعني دخل النادي، ما انت المفروض اللي بتدخله بتصرفه، لان انت مش سوبر ماركت ولا جهه تهدف للربح. بالظبط. فانت كان مصروفك في السنه اول ما دخلت النادي 400,000. 400,000 ده باللعيبه بكله؟ ما كانش فيه يعني فرق انت كورة يعني فرقه فرقتين، الكوره درجه ثالثه. يعني الدرجه اللي هي تحت دي طلعنا على طول ممتاز بيه اول سنه، وبعد كده بدانا بقى نطور. يعني انا بايع في الخمس سنين 12 مليون جنيه لعيبه الفريق الاول، غير اللعيب في الناشئين ببيعه ب 150,000 جنيه. كل دي موارد دخلت. مدارس الالعاب عندي، رغم ان انا عامل مدرسه السباحه مثلا ب 45 جنيه في الشهر، وده مراكز الشباب ما بتعملهاش، كوره 30 جنيه، مدارس الالعاب بتجيب لي ملايين في السنه، لان العضو بيشرك ولاده في لعبتين 3، ولو معاك طفل تاني في السباحه يبقى 70 جنيه طفلين. فانت بتنزل اسعار، فبتجيب فلوس وبتضمن استمراريه ان الاعضاء يبقوا طول السنه بيجوا النادي. هي كلها كانت افكار بسيطه. وبعدين اول ما جيت قلت ممنوع ممارسه الرياضه لغير الاعضاء. يعني انت عشان تبقى في الفرقه ما عدا كره القدم لازم تبقى عضو. فلما كانوا الاعضاء الرياضيين عملوا اشتراكات، فدخلنا فلوس للنادي. ايوه يعني برضو بشكل ما. وبقت الفرق تماما، الهاندبول والباسكت والتنس كلها اولاد الاعضاء.
فاصبح العضو النادي بيجي طول السنه لان هو ملتزم بتدريبات الولاد. بالظبط. خلينا ناخد الاستاذ احمد الاحمر عضو مجلس اداره نادي النصر برضو. المنحل اللي هو ايه اللي بيدير دلوقتي؟ المنحل اللي بيسير الامور. المنحل. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن، ومساء الخير على الدكتور عمرو عبد الحق. دكتور يعني انت بتدافع عننا دلوقتي وبتقول ازاي تقول عننا ان احنا مجلس منحل يا دكتور؟ يعني من وجهه نظر الوزير يا استاذ احمد. اتفضل يا باشمهندس. والله يا استاذ عبد الرحمن، يعني انا في حاجه عايز اعقب عليها بس في الكلام اللي الدكتور عمرو بيقوله. اشمعنى احنا دلوقتي بنقول الدكتور عمرو بيدير نادي النصر او ما بيديرش نادي النصر والدكتوره مش موجوده؟ طيب ما ليه الدكتور عمرو راجل عمل في نادي النصر واصبح احد رموز النادي؟ بيحصل في كل انديه مصر. ما الكابتن طارق سليم بيتدخل في النادي الاهلي ومحدش ربنا يشفيه طبعا، محدش كان بيتكلم معاه. في رموز في نادي الزمالك ليها تدخلات برضه ومحدش بيتكلم. كل نادي عنده الناس الرموز اللي بتتدخل. انا شايف ان الوضع بتاع الدكتور عمرو ده وضع طبيعي جدا ما فيهوش اي حاجه. الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها المفروض نتكلم فيها دلوقتي، ليه سياده وزير الرياضه مصمم على الوقوف ضد نادي النصر؟ ليه مصمم ان نادي النصر ما يبقاش فيه استقرار؟ عايزين نعمل ان الرياضه تتقدم، مش ان احنا نرجع لورا. انا شايف المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها بترجعنا لورا. ويعني اتمنى ان خلال الايام اللي جايه ديت زي ما سياده الوزير حريص على لائحه ال8 سنوات يكون حريص على مصالح الانديه، لان هو وزير للرياضه وليس وزير للوائح. تمام. اوكي، وصلت طبعا وجهه نظر حضرتك يا باشمهندس. وحابب تقول حاجه ثانيه؟ تقريبا المكالمه طيب تمام. شكرا جزيلا. اخر دقيقتين حابب تتكلم في حاجه معينه ممكن يكون ما غطيتهاش؟ انا عارف المواضيع كتيره، ناقص حاجه معينه؟ لا خالص. انا كل اللي كنت اتمناه ان وزير الرياضه يقوم بدوره، وده اللي كنت اتخيل ان المهندس خالد عزيز يعمله. انا اتمنى ان وزاره الشباب تنضم لوزاره الرياضه، تمام، والانديه والاتحادات تماما تتبع اللجنه الاولمبيه، ويكون دور وزير الرياضه هو خلق ملاعب مفتوحه بالتنسيق مع المحافظين ووزير الاسكان، والشعب المصري يمارس رياضه، لان مش كل الناس قادره تشترك في انديه. حتى الشباب بالليل بيقعدوا يدوروا على حجوزات بفلوس قد كده عشان يعملوا ملاعب. هو ده دور وزير الرياضه. ولكن الدور ان تتدخل في نادي ده انا عايز اقول لحضرتك ان وزير الرياضه حل محل الكاف لما منع جمهور الاهلي والزمالك انه يحضر مباريات الدوره الافريقيه. اتكلم بقى معاك في دي تماما صراحه. ما انا اكمل. طيب انا اكمل. انت دلوقتي المسابقه دي بتدار من خلال الكاف. الكاف اوريدي عمل عقوبته، قال مباراتين بدون جمهور. جمهور الزمالك ملهوش ذنب. انت تيجي تتعامل مع الجهات الامنيه، مش هتخش في شمروخ، هتتفتش. يا ما عملنا لا انت لا. ما هو احنا يعني بقى ايه؟ ما هو انا ما ينفعش حصلت حادثه في السياحه يقول لك هلغي السياحه. حصلت ازاي انت مباريات؟ بس احنا عندنا حادثه يعني مرعبه حصلت من فتره، فطبيعي ان احنا ننفخ في الزبادي يعني. انت على فكره انت حصلت ما بين جمهورين. انا بقول لك انا الجمهور رايح يدعم فرقته، مفيش طرف اخر. اللي بيخرج عن اللوائح مش وزير الرياضه اللي يعاقبه، اتحاد الكره لو حاجه داخليه، الكاف لو حاجه. وزير الرياضه برضه من مهمته ان هو يعني يضمن ان النشاط يستمر بدل ما نقف تاني دوري ويحصل حادث. فهو الراجل خايف على النشاط الرياضي يعني من التوقف مره ثانيه. ده دوره، ده صلب دوره. لا انا مختلف معاك يا محمد. انا شايف ان دوره هو ملوش علاقه خالص بالجماهير في الجزء اللي بيخص الدوري تمام، ولا في المباريات الافريقيه. ده الكاف، والكاف عمل عقوبته على النادي الاهلي. يعني الدوري انت شايف ان الجمهور يبقى مع وزاره الداخليه، وبالنسبه للاتحاد خلي بالك انا ماتشي مثلا الاسماعيلي بيلاعب المحله، جمهور الاسماعيلي بس اللي بيجي. انا بكلمك في المستقبل يعني وعن الموضوع ده مش هيبقى ليه حل، بس مش وزير الرياضه اللي يحله. اتحاد الكره مع الجهات الامنيه، وفي التزام باللوائح وفي عقوبات. هتخش هتتفتش زي ما كنا بنعمل قبل الثوره. حتى ازازه الميه ما كانوا بيفتحوا ازازه الميه. طيب عارف ايه الموضوع؟ انا نفسي افهم قصه الرياضه عشان بالغطا هي هتكون اتقل لما ترميها. انما لما تفتحها بتفقد القوه بتاعتها.
دي عموما احنا في ظروف استثنائيه بشكل عام، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى افضل، سواء على نادي النصر على الرياضه كلها باذن الله. ونورتنا يا دكتور، شكرا جزيلا. اشكرك وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. وكل اعضاء نادي النصر وكل متابعي الرياضه طبعا بخير. وسيبك بقى تلحق دول عشان ايه الفقره الاخيره من الفسيخ ما تفوتكش برضه. لا ما تقلقش. انا الحمد لله ماليش فيه الحمد لله. فدي كانت حلقه النهارده من ملعب العاصمه. بكره ان شاء الله حلقه جديده واحداث جديده. كمان شويه ان شاء الله كابتن شادي محمد في اخبار العاصمه. خليكم على القاهره والناس بلس 2.